يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هنعرف ازاي نحول الكمبيوتر بتاعنا للوكال هوست او لوكال سيرفر، ونبتدي نشغل عليه الباك اند سواء بي اتش بي او قواعد البيانات ماي اس كيو ال. اول حاجه هنحتاج نحملها هي برنامج اسمه زامب، وكمان ممكن نحمل برنامج اسمه وامب بالدبليو كده اهو، او وامب ده مخصص للويندوز، وزامب مخصص للاثنين، بيشتغل على الاثنين عادي. فاحنا هنحمل زامب، هو الاشهر. هنحمل نسخه الويندوز عشان احنا على ويندوز بالشكل ده، وهنستنى يعمل لنا داونلود. هنستنى لما يخلص. بعد ما يخلص ونعمل له تحميل، هندوس نكست عادي جدا، مفيش اي خطوات معقده للتحميل. هيظهر لنا الواجهه دي. هنبتدي ندوس هنا على اباتشي، هنخليه ستارت. احنا كده بدأنا الاباتشي بتاعنا. ده معناه ان احنا كده نقدر نشغل البي اتش بي فايلز عادي جدا. واللوكال هوست بتاعنا لو كتبنا كده لوكال هوست اوكي، هيلاقينا دخلنا على الداشبورد بتاعت اباتشي. طيب هنفعل ايه تاني؟ هنفعل الماي اس كيو ال. الماي اس كيو ال هنبتدي نفعلها بالشكل ده كده. احنا نقدر كمان نشغل الماي اس كيو ال. ممكن ندخل على الادمن بتاع اباتشي اصلا من الاول، هيودينا على الداشبورد دي، تمام، اللي هي بتعرفنا ان اباتشي شغال بي اتش بي ماريا دي بي وما الى ذلك. وماريا دي بي اللي هي بتشغل الماي اس كيو ال داتابيز، تمام. وممكن كمان نروح على ماي اس كيو ال ادمن اللي هي بي اتش بي ماي ادمن. هيبتدي يحمل معانا بالشكل ده، ونلاقي كل قواعد البيانات عندنا في الجنب اهي. طبعا هنفهم الكلام ده كله في كورس البي اتش بي والاس كيو ال، هتلاقيه نزل على القناه ان شاء الله. ممكن برضو ندخل على الكونفيج بتاع اباتشي لو واجهنا اي مشكله، و اباتشي httpd.conf اللي هي اول واحده دي. تعمل كنترول اف كده وتبتدي تدور على 80، فهتلاقي 2 لسن وقدامها اي بي، وبعد كده لسن تحت 80. فهتغير ال 80 دي تخليها 82، وتغير ال 80 اللي تحت برضو تخليها 82، وتعمل كنترول اس. انت كده حفظت. ولو عملنا ستارت هنلاقيه اشتغل على البورت 82 عادي جدا. والبورت 82 ده كده احنا شغلنا ال HTTP على بورت ال 82، وشغلنا ال HTTPS على بورت 443. لو دخلنا كده عملنا 82 كده، هنلاقي الداشبورد شغاله جدا عادي اهو. حلو كده. طبعا هندخل بعد كده على الملفات ونظبط الدنيا دي كلها، ولكن في الكورس ان شاء الله بتاع الباك اند.